دخلت جدة مرحلة الاطمئنان بعد الإعلان عن إنجاز المشاريع 14 العاجلة لمعالجة مياه الأمطار وتصريف السيول في تجربة فريدة من نوعها. سجلت إنجازا قياسيا للأعمال التي نفذت واستهدفت النقاط الحرجة والأكثر تضررا في حال هطول الأمطار على محافظة جدة، الأمر الذي أثار مشاعرا من التفاؤل في أوساط أهالي جدة، حيث ستسهم هذه المشاريع بمشيئة الله بشكل واضح ومجدي في الحد والتخفيف من تداعيات الأمطار الموسمية التي ستشهدها محافظة جدة وسكانها وتقليص أضرارها إلى أقل ما يمكن، كما أنه من المتوقع أن تشهد المحافظة خلال العام الحالي والأعوام المقبلة مشاريع تنموية أخرى. قبل 4 أعوام شخص الداء الذي كانت تعانيه جدة، فصنع الدواء على يد قادة اهتموا ووعدوا ورصدوا المبالغ وأوفوا، فشمرت السواعد للبدء في تنفيذ المشاريع متسلحة بالمحاسبة والعقاب للمقصرين في تنفيذها. وبعد 4 أعوام بدا واضحا للعيان وعلى أرض الواقع الحلول العملية بعد الانتهاء من تنفيذ المشاريع الرئيسية التي ساهمت في خلاص مدينة جدة من المشكلات الرئيسية التي ظلت تعانيها طيلة ربع قرن. بحيرة المسك ومردم النفايات الذي أحدث تلوثا في سماء العروس، وشبكة الصرف الصحي التي كانت لا تكاد تغطي سوى 22% من المحافظة، وأخيرا مشاكل نقص المياه، مشكلات تم حلها جميعا في ظرف زمني قصير واحدة تلو الأخرى في مواجهة عاجلة لهذه المشكلات والقضاء عليها بطرق عصرية وعلمية، فضلا عن التخطيط لتنمية المنطقة. 4 أعوام تضمنت نتيجتها النهائية 14 مشروعا استهدفت النقاط الحرجة في محافظة جدة، فكان الانتهاء من تجفيف بحيرة الصرف الصحي ومعالجة خطرها البيئي وإزالة مرمى النفايات تماما والتخلص من آثاره البيئية السيئة، فيما زادت طاقة ضخ المياه بنسبة 100%، ليأتي التدشين مؤخر لمنظومة الصرف الصحي وإنشاء مشروعي سدي أم الخير والسامر، معلنا الانتهاء من المشاريع التي تنهي المشكلات التي طالب بها أهالي جدة، وتنبئ عن تنمية شاملة ستشهدها المحافظة في المستقبل بإذن الله. للمملكة هذا المساء عبد العزيز الصرخي. وللحديث عن هذه المشاريع معنا هنا في الأستوديو مساعد أمين محافظة جدة المكلف لمشروعي سامر وأم الخير المهندس عادل بن محمد الملحم، وأيضا معنا من استوديوهاتنا في جدة الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني الأستاذ طارق بن محمد تلمساني. أهلا بكم ضيفي الكريم. أبدأ معك ضيفي مهندس عادل. بداية لنتحدث عن الأوامر السامية الكريمة الملكية لتنفيذ مشاريع مياه الأمطار والسيول بمحافظة جدة. في البداية أمسي بالخير على مشاهدين المملكة هذا المساء في مملكتنا الحبيبة المملكة العربية السعودية، وأشير إلى اهتمام القيادة الحكيمة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية ولي العهد وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا. الأوامر اهتمام القيادة العليا في هذا الجانب، صدرت الأوامر الملكية متعددة في جانب الحفاظ أو التعامل مع كوارث السيول في مدينة جدة، والتي لها الدور الكبير والأمثل في الجانب الإيجابي في إيجاد الحلول بإذن الله لكوارث أو سيول في جدة. فصدرت الأوامر العديدة، وهذا شيء تعودنا عليه من هذه القيادة الحكيمة لما يحافظ على المواطن وممتلكاته في هذا الجانب. نعم. ما هو دور وزارة شؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة محافظة جدة بالنسبة لهذه الأوامر؟ الحقيقة دور وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة جدة في هذه المشاريع، ودور ينطلق من بداية من التوجيهات اللي صدرت في
من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة، وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية في توجيه أو تعميد جدة في أمانة جدة في البدء في الحلول العاجلة المتمثل في الحلين السامر، حي السامر وأم الخير، ودورها الإيجابي في المتابعة والإشراف على هذه المشاريع العاجلة التي تم التوجيه بها من القيادة العليا. ولأهمية هذه المشروعين وانطلاقا من دور الأمانة في هذا الجانب، يعني شرعت أمانة جدة في إيجاد الفريق المختص للتعامل مع هذه المشاريع، كل فيما يخصه من جميع الجوانب، والعمل كفريق متخصص أو كفرق متخصصة في جميع الجوانب لهذه المشاريع. الأمر اللي أدى إلى وجود روح التكامل في المشاريع هذه وللوصول إلى الهدف المنشود أو التوجيه المنشود من القيادة الحكيمة حفظ الله بإنهاء المشاريع في المدة المحددة لها وبمواصفات عالية للحفاظ على المواطن وممتلكاته في مدينة جدة وما حولها. نعم، سوف نتطرق للمدة المحددة والمواصفات، ولكن اسمح لي مهندس عادل ننتقل لضيفنا الكريم عبر الهاتف. أستاذ طارق، مرحبا بك. مرحبا بك. أهلا بك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أهلا بك. بداية، تعد مشاريع السدود في مدينة جدة من أهم المشاريع العاجلة التي تم العمل فيها، ماذا بشأنها؟ حقيقة مشاريع السدود هي جزء من مجموعة الحلول العاجلة التي أوصت بها اللجنة المكلفة من المقام السامي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل لتقصي أسباب كارثة سيول أمطار 8 من ذي الحجة لعام 1430 هجري. وبعد اعتماد هذه المشاريع من المقام السامي، قامت اللجنة الوزارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتكليف شركة جدة بتنفيذ هذه المشاريع، وذلك في 25 من شهر جمادى الثاني لعام 1431. على إثرها قامت الشركة بانتهاء من الدراسات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع وطرح هذه المشاريع على مجموعة من الشركات السعودية المؤهلة لتنفيذ مثل هذه المشاريع. بحمد الله هذه السدود هي مجموعة 6 سدود، 3 منها في وادي قوس. الأول بطول 152 متر وارتفاع 15 متر وبسعة تخزينية تقدر بحوالي 2,300,000 متر مكعب. سد قوس 2 بطول 117 متر وارتفاع 11 متر وبطاقة تخزينية حوالي 1,200,000 متر مكعب. وسد قوس 3 وهو بطول 297 متر وارتفاع 13 متر وبطاقة تخزينية تتجاوز 5,300,000 متر مكعب. كما هناك 3 سدود أخرى في وادي مثوب، سد مثوب 1 وهو بطول 237 متر وارتفاع 13 متر وبطاقة تخزينية حوالي 820,000 متر مكعب. وسد مثوب 2 وهو أطول هذه السدود يبلغ طوله 430 متر وبارتفاع 12 متر وطاقته التخزينية حوالي 4 ملايين متر مكعب. وتم إنشاء مؤخرا سد ملحق لسد مثوب 2 وذلك لسد ثغرة بين جبلين في هذا الوادي ومنعا لتسرب المياه منها بطول 87 متر وارتفاع 11 متر. جيد. التجربة التي اتبعت في تنفيذ هذه المشاريع تعد تجربة استثنائية وفريدة حسب تعبير سمو أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل. لكن سؤالي لك أستاذ طارق، ما هو النموذج الجديد الذي استخدم في هذه المشاريع؟ يعني كما تعلمين ويعلم السادة المشاهدين أن عادة هذه المشاريع وهي عبارة عن مجموعة من المشاريع المتعددة تنفذ من قبل جهات حكومية مختلفة، وذلك بعد رصد الميزانيات اللازمة لتنفيذها عبر إجراء عادة يتم خلال عام، ثم تطرح الميزانيات في آخر العام، ترفع لمقام وزارات المالية ويتم اعتمادها في الميزانيات السنوات القادمة. النموذج الذي يعتمد في تنفيذ هذه المشاريع هو ضم هذه المشاريع في جهة واحدة بدلا من عدة جهات، وتكليف
واعتماد ميزانية موحدة له، ومن ثم تكليف جهة محددة بتنفيذها بدلا من تنفيذها على عدة جهات، مما أعطى مرونة كبيرة في تنفيذ هذه المشاريع. نعم، إذا تكرمت أن تبقى معنا أستاذ طارق سوف نعود إليك. نعود إليك مجددا ضيفنا في الاستوديو مهندس عادل، لنتحدث عن حجم تلك المشاريع والمدة الزمنية المحددة لها. في الحقيقة واقع الحال أن المشاريع مشروعي السامر وأم الخير تعتبر من المشاريع الكبيرة، واللي المشروع يتكون من مجموعة من المشاريع، بحيث أنه المشروع في جزئية نزع الملكيات وإزالة المباني، غير المشروع من الناحية الإنشائية للمشروع، غير كذلك موضوع إعادة تأهيل الخدمات أو الخدمات الأرضية في الجانب. فحجم المشاريع يعتبر حجم كبير جدا، حيث أنه مدة يعني تناسبا مع المدة فهي تناسب قوي جدا أو تحدي قوي جدا، حيث عدد أو مدة المشروع هي 197 يوم، أي بمعدل 6 شهور للمشروعين. نعم. لمشروع السامر ومشروع أم الخير. فالجانب المهم في هذا الجانب هو أن كان عندنا في كل مشروع منهم مجموعة من العقارات. على سبيل المثال في مشروع أم الخير يوجد لدينا حوالي 30 عقار عبارة عن مستودعات ومصانع صغيرة جدا، تم إزالتها ولله الحمد، إخلاءها وإزالتها في خلال 3 أسابيع، وكانت المدة المقرر لها 8 أسابيع، وهذا بفضل من رب العالمين. وكذلك في مشروع أم الخير حوالي 132 عقار، وكل جميعها مأهولة بالسكان، عبارة عن فلل ومساكن أو عمائر، وكلها تم إخلاءها ولله الحمد، وإخلاءها وإزالتها وإزالة الخدمات فيها في حوالي 4 أسابيع، بينما المدة المحددة لها كانت 8 أسابيع، وهذا أيضا بفضل الله. فهذا يعطيك جانب قوي قبل البدء في الإنشاء للمشاريع، هو مشروع إزالة المباني. بعد كذا بدأنا في المشاريع وهو الحفر وبناء القنوات والتقاطعات، وكذلك السدود. لدينا سد في أم الخير وسد في السامر. كل هذه التفاصيل سنوردها لاحقا في إن شاء الله في الجانب. لتعطينا نبذة مهندس عادل عن الدراسات والتصاميم والخبرات العالمية التي شاركت في هذه المشاريع. في الحقيقة المتابعة الحديثة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة، وكذلك متابعة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، كان لها دور كبير في اختيار الشركات والخبرات المختصة في هذا الجانب. فتم اختيار أحد أكبر الشركات الاستشارية في هذا الجانب، اللي هو استشاري شركة أكم العالمية، وهي أحد الشركات العالمية المتخصصة في جانب السيول والأمطار والسدود. وهذا طبعا يضيف نجاح إلى النجاحات، متابعة تضيف لها في الجانب الآن. فبدأ في أما من الناحية التصميمية، فكان التصميم كما ذكرت لك سابقا المشروع يتكون من قسمين. مشروع أم الخير فهو يتكون من سد بطول حوالي كيلو و300 متر وبارتفاع حوالي 7 متر، مع حوض تجميع يحتوي على حوالي 1,200,300,000 متر مكعب، وهذا يستقبل المياه الواردة من الأودية، من ثم ينقلها في حوض آخر وهو حوض التجميع أو التهدئة، من ثم إلى القناة الأساسية مرورا بالتقاطعات. هذا طول القناة في سد أم الخير حوالي 750 متر بارتفاع حوالي 3.5 متر، وبعرض حوالي كما ذكرت 33 متر. الحمد لله عمل هذا المشروع في أم الخير، وهو الآن انتهى من هذا الجانب. الجانب الثاني في مشروع حي أم الخير كذلك يوجد به سد، وهو سد إعادة تأهيل السد القائم من السابق، مع
إنشاء حائط استنادي أو حائط الكاتفول، وهو منع تسربات المياه للأحياء المجاورة من خلال تجميعها في السد، في خلف السد الواردة طبعا من الأودية. ينتقل كذلك في حوض التجميع وحوض التهدئة من ثم إلى القناة، والتي يتراوح طولها حوالي 3 كيلو 600 متر للوصول إلى القناة الشمالية اللي هي القناة القائمة، بعرض القناة حوالي 43 متر وبارتفاع 4 متر ونص. في كل هذه الجوانب، بالإضافة طبعا إلى التقاطعات، حوالي 5 تقاطعات عابرة خلال هذا. الشركات العالمية اللي شاركت كان لها الدور الأول، وممثلة في شركتكم كما ذكرتكم، والمتابعة كانت من قبل أمانة جدة. لها دور كبير في إنجاح هذه الدراسات، الدور كبير، وهي تقوم الآن كذلك باستكمال الدراسات لمشاريع المخطط العام للأمطار والسيول لمدينة جدة. نعم، سؤالي الآن أوجهه لك أستاذ طارق. من ضمن هذه المشاريع واستكمالا لحديث ضيفنا مهندس عادل، التي تم اعتمادها مشروع المرحلة السادسة للقناة الجنوبية، ماذا تم بخصوص هذا المشروع وما الذي يعالجه بالضبط؟ القناة الجنوبية هي قناة لتصريف مياه السيول والأمطار إلى البحر من جنوب جدة. المرحلة السادسة منها كانت مرحلة ترابية، وكان الهدف من هذا المشروع هو تبطينها خرسانيا لحمايتها من التجريف وتراكم الطمي، والتأكد من إمكانية الاستمرار في معالجة تصريف مياه الأمطار والسيول. طول هذه المرحلة 600 متر وبعرض 150 متر، وتم الحمد لله الانتهاء من هذه المرحلة أيضا، إضافة إلى أعمال أخرى استجدت في هذه القناة كإنشاء الأكتاف عليها، وأيضا تنظيف منطقة واقعة غرب جسر القاعدة البحرية في مدينة جدة، لتنظيفه من أيضا الطمي المتراكم من آثار الأمطار والسيول وحمايته. بناء على قولك لهذا التنظيف أستاذ طارق، أيضا هناك قنوات لتصريف المياه قائمة قبل تنفيذ هذه المشاريع، هل تمت صيانتها ورفع تقارير عن وضعها بشكل عام؟ من ضمن كمان هذه المشاريع التي كلفت بها الشركة هي صيانة القنوات القائمة حاليا، وهي الجنوبية والشرقية والشمالية، ورفع التقارير عنها. الحمد لله يعني تم الانتهاء من أعمال الجنوبية والشرقية بالكامل، وخلال 4 أيام سيتم الانتهاء من صيانة القناة الشمالية. كما تمت عدة دراسات أشارت إلى وجوب، قام بها الاستشاري، أشارت إلى وجوب عمل أكتاف للقناة الجنوبية لحمايتها من النخر والتجريف، وبحمد الله أيضا جاري الانتهاء منها خلال هذه الأيام القليلة القادمة. نعم، سؤالي لك مهندس عادل، ما هو دور الجهات الرسمية والحكومية والمؤسسات في هذه المشاريع؟ الحقيقة أنا ذكرت لك سابقا أن المشروع هذا يتكون من مجموعة مشاريع، وهذه جزء من المشاريع بالضبط. الدور ذكرت لك في السابق أيضا دور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة في العمل الجماعي كفريق في مدينة جدة، وهذا كان له دور كبير في إنجاز المشاريع في وقتها المحدد بالمواصفات المطلوبة. دورها كان دور الجهات الرسمية أو المؤسسات الحكومية، كان لها دور إيجابي جدا، رغم ضخامة العمل ورغم وجود العوائق في هذا الجانب، إلا أن استجابة هذه الجهات الرسمية الاستجابة بطريقة مميزة وبطريقة حقيقة كانت إيجابية لدرجة دعم المشروع للوصول إلى الهدف المنشود منه. يعني لا يسعني في هذه اللحظة أني أتقدم الحقيقة بجزيل الشكر
والعرفان لجميع من ساهم في هذا المشروع من الجهات الرسمية، وبدون تخصيص طبعا شركة الكهرباء السعودية لها دور كبير كان في الجانب هذا. كذلك الأهم من هذا الجانب هو المؤسسة العامة لتحلية المالحة بجدة كان لها دور كبير جدا جدا، حيث أن المشروع يعبر من خلال الخطوط الرئيسية لمياه التحلية القادمة من محطة شعيبة. فكان في مشروع يعتبر داخل المشروع، وهو مشروع الحقيقة يعتبر جبار، أنجز في خلال 5 أسابيع، وهو تخفيض هذه الخطوط دون أن يؤثر انقطاع المياه على مدينة جدة. هناك تأثير كان جزئي، لكن الدراسة التي سبقت هذا المشروع أدت إلى ولله الحمد إلى تقليص المشكلة أو عدم إحساس الكثير من في هذا الجانب. كما كان دور الجهات الأخرى، على سبيل المثال شركة أرامكو السعودية، وكذلك اتصالات السعودية، شركة الاتحاد الاتصالات، في مؤسسة شركة كل الجهات الرسمية حقيقة، وعلى رأسها يعني لا ننسى دور المرور اللي كان له دور إيجابي صراحة في جانب التفاعل والتعامل مع الحدث، باعتبار أن هذه المشاريع تعتبر من المشاريع اللي داخل المدينة، فكان لها دور في انقطاع بعض الطرق أو إيقاف بعض الطرق في فترات محددة. فجميع هؤلاء الحمد ساهمت، كما ساهم أيضا شكر أيضا للمصانع التي ساهمت في هذا، مثل مصانع الحديد شركة سابك، وبعض مصانع المواصير مثل شركة أمانتيت، مصانع الإسمنت، كل هذول ساهموا صراحة بدور كبير جدا وتفاعل. تقلصت لنا المدة، كانت خطوط الإنتاج حقهم يجب أن تنتهي في 3 شهور، تقلصت إلى 3 أسابيع. جيد. فهذا جانب قوي جدا نشكر فيه صراحة جميع الجهات الرسمية والمؤسسات والشركات اللي ساهمت في هذا المشروع. ما التحديات والمصاعب التي واجهتكم في هذه المشاريع؟ والله لكل مشروع لابد أن يكون هناك عدة عقبات، لكن وجود المتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد وزير الشؤون البلدية والقروية، وزيارته لنا في الموقع 4 زيارات متتالية خلال 6 شهور، أعتقد قلصت الكثير من المصاعب. لكن هناك مصاعب أكيد، وجود المشروع في داخل أحياء سكنية، أعتقد أنه هذا له دور كبير في وجود الخدمات الأرضية كما ذكرت، الصرف الصحي والمياه والكهرباء والهاتف والاتصالات، وكلها كانت عوائق. ارتفاع منسوب المياه الجوفية كان أحد العوائق. يعني كلها ولله الحمد قلصت بتعاون الجميع وبتكاتف الجميع، وفضل من الله رب العالمين أنها أنجزت في وقت محدد قبل الموعد المحدد لها. لذلك نجحنا ولله الحمد في إنهاء المشروع في الوقت المحدد. الجانب الثاني في تقليص الدور الكبير اللي قامت فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الجانب، من خلال وكالة الوزارة للشؤون الفنية، وخلال سعادة المهندس عبد العزيز عبد الكريم وكيل الوزارة للشؤون الفنية، في جانب تقليص هذه التحديات ومشاركة معنا في التنسيق مع الجهات الرسمية والوزارات الأخرى في هذا الجانب. نعم، سؤالي لك أستاذ طارق، أعود إليك من جديد. أثناء الإعداد لهذه الحلقة تحدثت عن مشاريع غير مجدولة ظهرت وتم تنفيذها أثناء خطة العمل للمشاريع الحالية. هل لك إذا سمحت أن تفصح لنا عن هذه المشاريع غير المجدولة؟ يعني كما تعرفين ويعرف الأخوة المشاهدين أنه هذه المشاريع المرحلة الأولى منها كانت إعداد دراسات، كانت ظهرت نتيجة لهذه الدراسات ضرورة إضافة بعض الأعمال اللازمة لضمان تحقيق هذه المشاريع الأهداف التي أنشأت من أجله. على سبيل المثال زي ما تحدثنا قبل قليل، هناك تنظيف المنطقة الواقعة غرب جسر القاعدة البحرية. كان من السابق أدى تراكم الطمي من جراء السيول والأمطار إلى ارتفاع منسوب الطمي تحت مستوى الجسر، بحيث أصبح أنه قد يسبب أي سيول قادمة في المستقبل انجراف الجسر.
أيضا مثلا على سبيل المثال كما أيضا ذكرنا أن هناك ثغرة كانت موجودة بين جبلين في قرب سد مثوب 2، ولولا أن تم إنشاء هذا السد الصغير الملحق بهذا السد حماية ومنعا لتسرب مياه من المتجمعة خلف سد مثوب 2، ولولا هذا السد الإضافي كمان كانت انتفت الهدف الذي تم إنشاء السد من أجله. هناك أيضا بالأعمال الإضافية التي تم تكليف الشركة بها توجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشركة بتركيب صافرات إنذار. وقد قمنا بحمد الله، قامت الشركة بتضافر كافة الجهود بتركيب عدد 40 صافرة إنذار في فترة لا تتجاوز 45 يوم، وربطها بمنظومة الدفاع المدني وغرفة العمليات. هناك أيضا بعض الأعمال الأخرى التي تمت إضافتها مثل إنشاء الأكتاف الخرسانية للقناة الجنوبية، إضافة إلى تمديد قناة وادي كراع والتي تصب في خليج أبحر من 200 متر إلى 1000 متر نتيجة للدراسة الهيدرولوجية التي قامت بها الشركة لضمان تحقيق هذه القناة الأهداف المرجوة منها. نعم، نعود إليك مهندس عادل، هل هذه المشاريع ستعمل على إنهاء مشكلة السيول بجدة بشكل مؤقت أم هي حلول تعتبر دائمة؟ الحقيقة السؤال هذا مهم، وأعتقد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أجاب عن هذا السؤال، أن هذه المشاريع تعتبر مشاريع دائمة، ولكن ليست هي المشاريع التي تنهي كوارث السيول في جدة. هي مشاريع لتخفيف الكوارث أو السيول لو لا سمح الله حدثت، لأن المشروع ينقسم إلى مشروعين: مشروع عاجل وهي جزء من المشروعين هذيلي، والمشروع الآجل وهو المخطط العام الشامل. تلاقي المشاريع هذه بإذن الله سوف يؤخذ في الاعتبار في المشاريع العاجلة ما هو مخطط له بإذن الله في المستقبل للمشاريع المستقبلية. ونحن نتأمل ذلك. مهندس عادل، مساعد أمين محافظة جدة المكلف لمشروعي سامر وأم الخير، أشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا في الأستوديو، وأيضا الشكر موصول لضيفنا من استوديوهاتنا في جدة الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني الأستاذ طارق تلمساني. أشكرك أيضا جزيل الشكر وعلى ما تقومون به من مجهودات. شكرا لكم ضيفي الكريمين. شكرا لك. ويعني هذه المناسبة نحن نود أنه أول شيء نرفع أسماءات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على اهتمامه وتوجيهاته بتذليل كافة العقبات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع، وعلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على ثقته الكبيرة في شركة جدة وتكليفها بتنفيذ هذه المشاريع. شكر موصول أيضا لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الذي يعني كانت لمتابعته اليومية وتذليله لكافة العقبات أثر كبير في إنجاز هذه المشاريع في وقتها، ولصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية الذي كما قال زميلي واخذ المهندس الملحم أنه زياراته التفقدية في هذه الفترة القصيرة الحمد لله كانت حافز كبير للشركة لإنهاء هذه المشاريع قبل وقتها المحدد. كما ختاما الشكر موصول لمعالي الأمين والزملاء في أمانة محافظة جدة والزملاء في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني من مهندسين وإداريين وجميع من ساهم في إنجاز هذه المشاريع وإنجازها في الوقت الغير مسبوق من الإخوة المقاولين السعوديين ومن الاستشاريين. شكرا لك مرة أخرى. أهلا بك ولك جزيل الشكر أستاذ طارق. بهذا مشاهدينا نصل لنهاية حلقتنا لهذه الليلة، نلقاكم غدا بإذن الله. السلام عليكم.